ده اسمه الباب الوهمي. طبعا الاسم بتاعه الباب الوهمي عشان هو باب غير حقيقي. المسمى العلمي التاني احنا بنقول عليه مدارك الروح او مدارك الالقاء، لان ده المكان اللي من خلاله هتنفذ القاء ما بين عالم الاحياء وعالم الاموات للاستفاده من القرابين. وبيكون قدامه مائده القرابين على هيئه علامه حجر اللي هي علامه القربان، والجزء اللي هو الصغنن ده اللي من خلاله لو انا عايزه اعرف اسم صاحب الباب من غير ما ارقام كتير هلاقي الاسم موجود هنا بس. دايما الابواب الوهميه بيبقى عليها صيغه حتب دين سوء اللي هي قربان يعطيه الملك او قربان يمنحه الملك، ودي بتكون موجهه يا اما الى اوزوريس يا اما الى انوبيس. ودايما بيكون الجزء ده هو الجزء ده على اساس ان فيه سيمتريه وكانه ضلفتين باب هيقفل. الباب الوهمي ممكن في المقبره يكون فيه اكتر من باب وهمي عشان خاطر اللصوص والتغيير بتاع الممرات. ممكن ابواب وهميه الاقيها مطمسه مش عليها كتابات، في ابواب وهميه من الجرانيت، في ابواب وهميه من الحجر الكبيري، في ابواب وهميه من الخشب زي الباب الوهمي بتاع الايكا اللي موجود في المتحف المصري.